Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن من مجموعة الثانية وإن شاء الله سنقدم لكم أرضا دراستنا المعجمية في الكتاب المدرسي المقرر. الكتاب الذي نستخدمه هو كتاب اللغة العربية معاصرة للسنة الثانية. أخذت مجموعتنا مواضيع من الدرس الخامس إلى الدرس الثامن، وهي الحياة الصحية والجولة العلمية إلى بطرجايا وفي المطار الدولي وأحب وطني. وهذه المواضيع مأخوذة من الصفحة 54 إلى الصفحة 400، ومجموع الكلمات في هذا الجزء 854 كلمة، وبذلك نكون قد قدمنا مقدمة. في هذا العمل قمنا باستخراج جميع الكلمات الواردة في الكتاب المدرسي ثم تصنيفها بحسب نوع الكلمة إلى اسم وفعل، وبعد ذلك قمنا بتحليل الكلمات تحليلا صرفيا من خلال تحديد جذر الكلمة والكلمة الأصلية، كما اشتمال هذه العمل على ترجمة جميع الكلمات إلى اللغتين الملايوية والإنجليزية، وذلك لتوضيح المعنى وتيسير الفهم والمقارنة بين اللغات. وتهدف هذه الدراسة إلى تنمية المهارة تحليل الكلمة عند الطلاب وتعميق فهمهم لبنية الكلمة العربية وجذورها، وتمييز بين أنواع الكلمة إضافة إلى توسيع الحصيلة اللغوية وربط المعنى بالسياق من خلال الترجمة الثنائية. اليوم سنتعلم كيفية معرفة الجذر اللغوي في اللغة العربية. أولاً، ما هو الجذر اللغوي؟ الجذر اللغوي هو الحروف الأصلية التي تكون الكلمة. كل كلمة في اللغة العربية لها جذر خاص. معرفة الجذر تساعدنا على فهم المعنى وعلى معرفة العلاقة بين الكلمات. لمعرفة الجذر اللغوي نتبع هذه الخطوات. أولاً، نحدد وزن الكلمة. ثانياً، نحذف حروف الزيادة. وثالثاً، نرجع الكلمة إلى الماضي. ورابعاً، نرجع حروف العلة إلى أصلها. وخامساً، إذا كانت الكلمة جمعاً نرجعها إلى المفرد. وسادساً، نحذف التعريف. وأخيراً، نوازن الكلمة لنصل إلى الجذر الصحيح. الآن سنرى مثلاً واحداً. الجذر اللغوي هو حافظ، ومعناه الحفظ. من هذه الجذر نشكل كلمات مختلفة مثل حافظ أي الشخص الذي يحفظ. ثانياً، حفظ عملية الحفظ. وثالثاً، محفوظ شيء الذي يحفظ. وحافظة كثيرة الحفظ. وخلاصة القول، جميع هذه الكلمات تدل على معنى واحد وهو الحفظ. فهم الجذر اللغوي يساعدنا على فهم اللغة العربية بشكل أفضل. باتباع هذه الخطوات نستطيع معرفة أصل الكلمة، وعند الشك نرجع إلى المعاجم العربية. هذا فقط مني. اسم الجامع هو كل اسم لا يرجع إلى كلمة تسبق في الوجود، وسمي اسم جامع لأنها لا ترجع إلى ألفاظ أخرى اشتقت منها، وهي ظهور من المشتقات. واسم جامع نوعان. أولا، اسم ذات وهو ما يدرك بالحواس وله حيز في الوجود، فمثلا هنا الجسم والخطاب والأطعمة. ثانيا، النوع الثاني أي اسم معنى، وهو ما دل على معنى يدرك بالعقل ويشمل المصادر الدالة على أحاديث مثل السعرات، أساس وثلاثة. ثم يشير إلى اسم مشتق. اسم مشتق هو ما أخذت مدرسته أصلية حروف من الأسماء الجامدة، فمثل نقول الناصر فالحروف أصلية النون والصاد والراء، والتي هي مأخوذة من المصدر هو النصر. ومن ذلك يستنتج أن الاسم جامد
والأصل والاسم مشتق والفرع الذي يأخذ من الاسم جميع. ينقسم إلى اسم مشتق وستة فقط، وهو اسم فاعل، اسم مفعول، الصفة مشابهة، اسم تفضيل، اسم زمن ومكان، وأخيرا اسم آلة. أولا اسم فاعل. اسم فاعل هو اسم مشتق يصغي للدلالة على من قام بفعل، وقد يكون على وزن فاعل إذا كان فعل ثلاثيا، مثل هو كاتب. كاتب هو على وزن فاعل. ثانيا اسم مفعول. اسم مفعول واسم مشتق يصغي للدلالة على وقع عليه فعل، وقد يكون على وزن مفعول إذا كان فعل ثلاثيا، مثل هو مكتوب. مكتوب هو على وزن مفعول. ثالثا الصفة مشابهة. الصفة مشابهة هي اسم مشتق يدل من اتصاف بفعل ما على وجه الثبوت لهذه الصفة، وتأتي الصفة مشابهة على عدة أوزان أشهرها فاعل، مثل هو جميل. جميل وعلى وزن فاعل. أربعة اسم تفضيل. اسم تفضيل هو اسم مشتق على وزن أفعل، وذلك لمفاضلة بين شيئين اشترك في صفة معينة، مثل هو أكبر. أكبر وعلى وزن أفعل. ثم واسم مشتق إلى اسم زمن ومكان. اسم زمن ومكان هي عبارة عن أسماء مشتقات تدل على زمن ومكان حدوث فعل، وتأتي على وزن إذا كان فعل ثلاثيا هما مفعل ومفعل، مثل مسجد. مسجد. مسجد وعلى وزن مفعل. وأخيرا اسم آلات. اسم آلات واسم مشتق يدل على آلات فعل، وله عديد من الأوزان، مثل مفعل، مفعلة، مفعل. مثل مفتاح. مفتاح وعلى وزن مفعال. طيب الآن سأشرح عن الفعل. أولا ما هو الفعل؟ الفعل هو كلمة تدل على حدث أو فعل وقع أو سيقع أو يحدث في الزمن، وهو ما يتعلق بحركة أو حالة معينة تحدث في وقت معين. ثم ينقسم الفعل إلى ثلاثة أنواع الرئيسية، وهو الأول الفعل الماضي. ما هو الفعل الماضي؟ الفعل الماضي هو الذي يدل على حدث وقع في الزمن الماضي، والمثال ذلك هو أصبحت ووزنه أفعلت. ثم الثاني وهو الفعل المضارع. ما هو الفعل المضارع؟ الفعل المضارع هو الذي يدل على حدث يقع في الزمن الحاضر أو المستقبل، والمثال يتكلم ووزنه يتفاعل. ثم الأخير هو الفعل الأمر. الفعل الأمر هو الذي يدل على طلب حدوث شيء في المستقبل، المثال اقرأ ووزنه افعل. بسم الله الرحمن الرحيم. المصدر. تعريف المصدر. المصدر هو اسم يدل على حدث مجرد من الزمان، وهو أصل مشتقات في اللغة العربية. أنواع مصدر. أنواع مصدر هو مصدر الصريح. مصدر الصريح اثنان أقسام، هو ثلاثي وغير ثلاثي. ثلاثي مثال ذهب، ذهب وزنه فعال. غير ثلاثي هو درس، تدريس.
وزنه تفعيل. ثانيا مصدر مؤول هو تركيب يتكون من عن فعل أو ما فعل أو أن اسمها وخبرها مثل أريد أن أدرس. ثالثا مصدر ميمي مصدر يبدأ بميم زائدة لغير المفاعل مثل موعدة وزنه مفعلة. رابعا مصدر صناعي ينتهي بياء مسددة وتاء مربوطة مثل حرية. بعد ذلك حرف الجر. تعرف حرف الجر وحرف الجر وحرف يدخل على اسم فيجعله مجرورا وأنواعه هو من مثل من جاءت محمد من المسجد. ثم إلى ذهبت إلى المدرسة لأتعلم عربية. ثم عن ابتعد عن الشر تحيا سعيدا. ثم على الكتاب على الطاولة بجانب القلم. ثم في مثل الولد في حديقة يلعب بالكرة. ثم بي كتبت بالقلم أحمر رسالة طويلة. ثم ك هو كالأسد في شجاعته. ثم لم مثل هذا الكتاب للطالب المجتهد. ثم رب الطالب مجتهد لم يحصل على درجة عالية. ثم مس ومنذ مس ولم أره منذ يوم كامل ومنذ لم يسافر منذ شهر. ثم حتى مثل سرت حتى غروب الشمس. ثم وقسم مثل والله لأدرسن بجدي غدا. ثم قسم بالله لأخبرن الحق. ثم خل البيت من الناس. ثم عدا مثل عدا زيد لم يحضر. ثم حاشا مثل حاشا أن يظلم الله. ثم لعل الله يهدينا. طيب الآن سأشرح عن النسبة اسم الجامع. قبل ذلك اسم الجامع ينقسم إلى قسمين. أولا اسم ذات وثانيا هو اسم معنى. ننظر إلى اسم ذات. توجد منها 257 وفي النسبة هو 69 فاصلة واحدة في المئة. وفي اسم معنى وتوجد في جملة هو 115 وفي النسبة و30 فاصلة تاسع من 100. في هذه الشريحة نعرض نسب أنواع الأسماء المشتقة التي تم رصدها في الدراسة. نلاحظ أن الصفة المشبهة جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 33.6%، أي بعدد 40 لفظا، مما يدل على كثرة استعمالها في الدلالة على الصفات الثابتة. وتليها أسماء الفاعل بنسبة 31.1% بعدد 37 اسما، وهذا يعكس اعتماد النص على بيان الفعل وصاحبه.
ثم يأتي اسم المنصوب بنسبة 20.2% وعدده 24 اسما ويظهر ذلك كثرة النسبة إلى الأماكن أو الصفات. أما اسم المفعول فبلغت نسبته 8.4% بعدد 10 ألفاظ في حين جاء أي اسم الزمن والمكان بنسبة 4.2% وعدده 5 ألفاظ. وأخيرا سجلت أقل نسبة لاسم التفضيل بنسبة 2.5% فقط بعدد 3 ألفاظ. ومن خلال هذه النتائج يتبين أن الأسماء المشتقة الأكثر استعمالا هي الصفة المشبهة وأسماء الفاعل مقارنة ببقية الأنواع. هذا فقط مني، شكرا لكم. من خلال رسم البيان تبين أن فعل المضارع يحتل نسبة الأعلى بعدد 114 فعلا بنسبة 70.4%. يليه الفعل الماضي بعدد 35 فعلا بنسبة 21.6%، بينما جاء فعل الأمر في المرتبة الأخيرة بعدد 13 فعلا بنسبة 8% فقط. طيب، نسبة المصدر هي إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله لبيان ما يقوم بالفعل أو ما يقع عليه الفعل. وتستخدم نسبة المصدر للتذكير على الحدث نفسه دون ذكر الفعل صراحة. تظهر هذه الإحصائية أن المصدر صريح يسجل أعلى نسبة حيث بلغت 49.4% بعدد 42 مثالا. يليه المصدر بنسبة 44.7% وبمجموع 38 مثالا. أما المصدر الميمي فقد بلغت نسبته 3.5% بعدد 3 أمثلة. وجاء المصدر الصناعي في أدنى نسبة إذ بلغت 2.4% وبعدد مثالين فقط. هذا فقط مني. أنا أدعو لصديقتي لتكميل. ثم في هذا العرض القصير سنتحدث عن تحليل نتائج نسبة الحروف الجر. لدينا الجدول الذي يوضح النسب وعدد التكرار لكل حرف جر. أولا حرف ميم جاء 3 مرات بنسبة 12%. والثاني حرف على جاء مرتين بنسبة 8%. والثالث حرف فاء جاء مرة واحدة بنسبة 4%. رابعا حرف واو جاء 3 مرات بنسبة 12%. خامسا حرف في جاء 3 مرات بنسبة 12%. ثم في هذا العرض القصير سنتحدث عن تحليل. ثم حرف لي جاء 3 مرات بنسبة 12%. ثم حرف عين جاء 4 مرات بنسبة 16%. ثم حرف إلى جاء 4 مرات بنسبة 16%. وأخيرا حرف مع جاء مرتين بنسبة 8%. ومن خلال هذه النسب نلاحظ أن أكثر الحروف استخداما هما عن وإلى بنسبة 16% لكل منهما، وهذا يدل على كثرة العلاقات المكانية أو الاتجاهية. وأما أقلها استخداما فهو حرف الفاء بنسبة 4% فقط. هذا فقط مني. هذا فقط منا. شكرا جزيلا على استماعكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.